شبان قرروا تغيير روتين الأحياء بمدينة جيجل بوسائلهم البسيطة. وكم هي زاهية بصمة الشباب رغم بساطتها. حي الجبل وعيسى حريش أقدم الأحياء بالمدينة، تختفي منها صور الإسمة فجأة وتترك ألوان الطيف لتصنع لوحات جميلة. كانت بسيطة ومن بعد طورناها عبر صفحة الفيسبوك أحباب جيجل. فيما بعد لقينا مجموعة شبابية طاقة شبانية عاونتنا كثيرا. الطابلو هذا اون 3 دي عنده لافي تاعو من تحت في الشارع الكبير تاع جيجل. تشوف لافي تاعو كما نقولوا جلوبال والبيوت تاعنا الابتسامه هذيك اللي مبادرة استحسنها الكبار والصغار، وتمنى الجميع أن تعمم على كل أحياء المدينة. ماذا بيا تكون الولايه هكذا ان شاء الله، الجزائر كامله تكون هكذا ماشي غير جيجل. Je tire chapeau à la jeunesse d'Anaya pour le travail, l'initiative. On espère qu'à travers toute la ville de Gigel, ça se passe comme ça. سلالم المدينة القديمة بقدر ما كانت تتعب متسلقيها، تفننت أيادي شباب الأحياء لتمنح مستعمليها نفسا ثانيا. نفكروا كيش نحركوا مهما من الطريق، ليس باش نحطوها في الصفحات ونخليو العالم يتفرج فينا يعني بصوره سيئه، وهذا الشيء خطأ. كم هي جميلة الأفكار حين تترجم إلى أفعال، والأجمل أن تؤول الأفعال إلى لوحات تسر الناظرين.